مساء الخير وتحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد، وشكرا على هذه المبادرة القيمة والجميلة. أنا اسمي نادية توفيق، كاتبة مصرية مقيمة في الخارج، أكتب الرواية والقصة القصيرة والمقال. أنا مهتمة جدا بالشأن المصري والتاريخ المصري، حتى لما بتدور أحداث أعمالي في أماكن زي مونريال في كندا، كما في آخر مجموعاتي القصصية برضو بتكون الروح المصرية ظاهرة فيها جدا. كتاباتي تتنوع ما بين الأدب العام والخيال العلمي والفانتازيا، لكن دائما ببصمة مصرية. بالنسبة لتجربتي في مجال الكتابة، القراءة كانت بوابتي الأولى. الكتابة بالنسبة لي هي وسيلة لخلق عوالم موازية أو لإعطاء صوت لشخصيات قد لا تجد مساحة للبوح في الواقع. بدأت الكتابة بالقصة القصيرة، ثم انتقلت إلى الرواية والمقال. بنشر على موقعي، وأيضا نشرت بعض قصصي ومقالاتي في مجلات زي مجلة إبداع وميرات الثقافية وجريدة الدستور، وشاركت في مسابقات أدبية كثيرة. بالنسبة لتجربتي الشخصية مع دور النشر، أنا تعاملت مع دور نشر مختلفة، سواء بالنسبة لروايتي الأولى نساء المحروسة أو من خلال المسابقات الأدبية. حاليا أنا متعاقدة مع دار نشر الصومعة، وحابة جدا طريقتهم في العمل وحرصهم على إنجاز الخطوات وعلى التعاون المخلص مع الكاتب. مدير الدار الأستاذ سعد السعودي مقدر جدا للإبداع، وأيضا الأستاذة سمر وباقي الأساتذة الزملاء في الدار هم شعلة نشاط. أول عمل ليا كان مجموعة أجنحة متكسرة، ده صدر في 2019. دي مجموعتي القصصية الأولى، وهي قصص بتجد فيها اللحظات الحادة اللي بتتكسر فيها الحدود بين الحب والحزن أو بين الواقع والخيال. كل قصة فيها اختبار للنفس البشرية حين تواجه تناقضاتها أو تحاول عبور المستحيل. تختبر فيها الشخصيات حدود الواقع نفسه، فإما أن تصلح أجنحتها المكسورة أو تسقط في الفراغ. بعد كده صدرت لي رواية نساء المحروسة، وهي رواية حاصلة على إحدى جوائز الرواية العربية ببلومانيا 2020. والرواية بتدور أحداثها حول رؤية 3 شخصيات نسائية للمتغيرات اللي حصلت للمرأة في مصر في بداية الألفية الثالثة، وذلك من خلال الراوية الرئيسية دينا. الرواية دي قد تكون جزء من سلسلة تشمل ربما في المرة القادمة رجال المحروسة. الكتاب الثالث ليا هو مجموعة قصصية بعنوان المكتوب على الجبين. المجموعة دي وصلت لقائمة قصيرة في مسابقة جائزة محمد عبد المنعم زهران في قصة قصيرة الدورة الثانية 2023-2024. المجموعة القصصية دي تستكشف الموت ليس على أنه نهاية، بل كعدسة كاشفة لزيف الحياة، أو كوسيلة للانعتاق من الألم أو الوهم، أو كثورة صامتة لكسر الحصار. الموت في القصص دي يعتبر حدث محول، ولحظة يختبر فيها عمق الوجود لا اختفائه. وأيضا قصص المجموعة تدفع الموت إلى منطقة الخيال الخصيب ما بين الفانتازيا العميقة والواقع المرير. الكتاب الرابع هو مجموعة قصصية قصيرة جدا أو مجموعة ومضات قصصية، وهو بعنوان الأبواب المشرعة. وأيضا الكتاب ده أنا شاركت بيه في مسابقة ووصل للقائمة الطويلة في الدورة الرابعة لجائزة دمشق للقصة قصيرة جدا 2023-2024. الحقيقة تجربتي مع الومضات القصصية بدأت من فترة، لكن الأبواب المشرعة تعتبر التجربة الأكثر نضجاً ليا في هذا الفن، وهي التجربة اللي مكنتني من أن أنا أقضي وقت طويل مع هذا الفن، وأحاول أن أخلق من خلاله مجموعة قصصية متكاملة تحتوي على حوالي 70 قصة من فن القصص القصيرة جدا، وهي تنتمي إلى فن القص وليس إلى فن مثلا الشعر أو الخواطر.
مرة أخرى تتنوع الموضوعات وتختلط فيها الواقعية بالغرائبية، وأيضا فيها لمحات تاريخية، ويوجد فيها أيضا لا محدودية للزمان والمكان رغم كثافة هذا النوع من التعبير. الرسالة بتاعتي للقارئ والجمهور: القارئ يمنح الكتاب بعده الثالث، وبهذا تكتمل 3 أضلاع المثلث الذي يكون الكتاب. الضلع الأول هو الكاتب، والضلع الثاني هو النقد. إذن القارئ يمثل ضلعا من أضلع الكتاب بمجرد نشره. القارئ يفسر الكتاب ويأخذ منه ما يحلو له وما يناسبه. بالنسبة لي أتمنى أن يجد القارئ في أعمالي توازنا بين المتعة والتأمل، متعة السرد التي تغري بالاستمرار في القراءة، وتحدي الأسئلة التي تثيرها القصص في ذهنه. أتمنى دائما أن يجد القراء في قصصي ما يحفزهم على التفكير أو يستفز مشاعرهم أو يخفف عنهم ويسليهم ويسري عنهم. إيه رسالة الأعمال بتاعتي؟ أجنحة متكسرة، بشوف إنها رحلة ما بين الحقيقة والخيال، ما بين مكنونات النفس في لحظات الحب الدافق أو الحزن الشديد، مع تمسك بأهداب السعادة. نساء المحروسة بتبرز صدمة الألفية من خلال رؤية النساء مع ظهور ومضات تاريخية بسيطة تركز على النساء في التاريخ المصري زي شخصية هيباتيا. المكتوب على الجبين هذه المجموعة بتظهر الموت كبداية للحياة، كلحظة هدم أو بناء، أو حتى لحظة إزاحة الغشاء من على الأعين. مجموعة الأبواب المشرعة هي وجبة متنوعة من القصص التي تثير مشاعر الفضول والحزن والدهشة والتفكير لدى القارئ. شكرا لكم، وكان لقاء ممتع معاكم. تحياتي لحضرتك والجمهور حضرتك، وأعدكم بالمزيد من العوالم القادمة. شكرا وإلى اللقاء.